والبرد ويجيبوا لك راس تاع الشوفلوغ يتكلوا عليك باش ديريه به العشاء وتحيري واش طيبي به. اروحي نمد لك هاد الوصفه غاتا مع واحد لاصوص اقل من 50,000 ويوكل 6 اشخاص، وراح نتكلوا فيه على جامبو ويجينا بزاف بنين. الحاجه الاولى حكمت راس تاع الشوفلوغ تاعي، غسلته نقيته درت له الرند والثوم ونخليه. من جهه نجيب الطنجره تاعنا نديروا الزيت ونديروا حبه تاع البصل اللي تكونوا قطعتوها ولا رحيتوها مع كويس فقط تاع الدجاج باش يطلق لنا البنه، ومن بعد نفتوه نقلو كلش مليح. كي يتقلاو نزيدوا الزروديه اللي تكون مكعبات مع زوج سينات تاع الثوم ورقه تاع الرند، نزيدوا نقلوا المكونات مليح. ودوكا نزيدوا زوج حبات الطوماطيش اللي يكونوا نحينا لها القشره ورحيناها، طماطم المصبره، ونحتاجوا مكعب مرق الدجاج تاع جامبو اللي راح يزيد لها بنه. راح نستعمل نص في المرق ونص نخبوه، من بعد نوري لكم واش نديروا به. درت نصف مع فلفل الكحل وزدت قليتهم مليح، وما تنساوش الملح. نمرقوا بالماء نغطوها ونخلو كلش يطيب. بعد ما طاب لي الدجاج نحوه باش نفتوه ونزيدوا لاصوص الزيتون اختياري، تحبوا ديروا تحبوا لا. من جهه في مقلاة درت 4 سنات تاع الثوم مع شويه زيت، نصف مكعب تاع الجامبو اللي خليناه، شويه تاع الماء وشويه تاع الكمون والفلفل الكحل خليتهم طابوا. نديروا الشوفلوغ اللي كنا قطرناه وطابلنا، دوكا نقليه مليح حتى وين ينشف. على بالكم بلي الشوفلوغ يطلق الماء، كي نشف ندير له هذاك الكويس اللي فتتو مع المعدنوس، زوج حبيبات تاع البيض نخلطوهم. تحبوا تزيدوا لها جبن مبشور، تزيدوا لها الفرامج تفرمجوها دبروا راسكم. نحطوها في المول الاسطوري تاعنا ولا اي سنيوه وخلوها طيب على 180 درجه فرن مسخن من قبل. هنا زدت لها من الفوق كتزيين جبن مبشور، خليته يتقراتينا، خلوه يبرد شويه باش تقسموه ونقدموه مع لاصوص تاعنا اللي تجمرت ويجي بنه بنه بنه. لازم تجربوها. سلام.